السلام عليكم متابعينا الكرام. قبل مشاهدة الفيديو، إذا كنت مسلما لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع. هو طبيب أمريكي ملحد لم يؤمن بأي من الأديان السماوية الثلاث، فعاش نصف حياته في وهم لا مثيل له. أنكر بوجود الإله، فعل كل المحرمات بإرادة كاملة منه، فلم يعرف معنى الخضوع لله عز وجل أو حتى التقرب لم يرفع يده إلى السماء يوما ويدعو الله الخالق القدير، وحتى أنه لم يفكر في خلق السماوات والأرض، فلم يفكر سوى في دراسته لطب العيون والتفوق فيه فقط، ليقرأ باستفاضة عن الدين المسيحي حتى يعتنقه مثل باقي أفراد عائلته. فكان يرفض فكرة أنه ملحد ويرغب فقط في اعتناق أي من الأديان الثلاث، لكنه بعد القراءة والبحث الذي دام لشهور طويلة أعلن إلحاده ورفض اعتناقه للدين المسيحي، ليصبح أشهر طبيب أمريكي ملحد على الإطلاق. لتحدث مفاجأة ومعجزة التي لم يتخيلها العقل البشري. لم يعتنق هذا الملحد الدين الإسلامي الحنيف، وينطلق بالشهادة أمام العالم أجمع، ليشهد شاهد من أهل الإلحاد والإنكار الإلهي بوجود الله الواحد الأحد ومعجزات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لتكون لابنته المريضة سببا في اعتناق أباها الطبيب للدين الإسلامي. فكيف كان ذلك الحدث؟ وكيف لطفلة صغيرة لم تفقه شيئا في الأديان الثلاث أن تحول أباها من شخص ملحد إلى آخر مسلم، لم يعتنق الديانة اليهودية أو حتى النصرانية؟ فما هي قصة هذا الطبيب التي يتحدث عنها العالم أجمع اليوم؟ عزيزي المشاهد، تابعنا في حلقتنا اليوم لتعرف كل هذا وأكثر عن قصة الطبيب الملحد. هو طبيب أمريكي لورانس براون، كان يعمل بسلاح الجو الأمريكي، وكان ينتمي إلى عائلة مسيحية بروتستانتية. تفوق في دراسته وأصبح من أشهر أطباء العيون في الولايات المتحدة الأمريكية. قرأ كثيرا عن الأديان السماوية الثلاث، فبذل قصارى جهده ليصبح نصرانيا مثل باقي أفراد عائلته، لكنه لم يقتنع بأي منها، فأعلن إلحاده ليعيش أكثر من نصف حياته في زيف وبهتان، ليعلن أمام الجميع أن الأديان الثلاث مليئة بالمبالغة والأخطاء. تزوج الطبيب الأمريكي لورانس براون وهو في الثلاثينيات من عمره، ليروي وفقه الله بطفلة جميلة للغاية، لكنها مصابة بمرض غريب ونادر، وهو ضيق الأورطي. في نصف جسدها لون أزرق، فجسدها هنا لم يحصل على الأكسجين الكافي، فكان جسدها حرفيا يموت حرمانا من الأكسجين. فهي مشكلة صحية مدمرة لجميع أجهزة الجسم وقاتلة أيضا، أي أن الطفل الذي يولد بهذه الحالة في أغلب الأحيان يفقد حياته. عادة ما يموت هؤلاء المرضى بطريقة سيئة، فهذا أكده له الأطباء في العناية المركزة، وهو ما يترتب القيام بإجراءات القلب المفتوحة في أسرع وقت ممكن. ليستعين الطبيب الأمريكي براون بأشهر الأطباء على الإطلاق، لكن لم يشفع لطفلته. حينما ساءت حالتها الصحية وتدهورت أكثر أمام عينيه، فمع نمو الطفل يجب توسيع هذا الجزء الضيق في الأورطة حتى لا يفقد الطفل حياته. لتعاد العملية مرة أخرى بعد عدة سنوات، ولكنها فشلت أيضا، ليفقد الأطباء الأمل في شفاء هذه الطفلة. ويشعر أباها الطبيب الأمريكي براون بفقدان السيطرة على نفسه، فلم يسيطر لم يستطع التعامل مع هذا الوضع، وبدأ يحدث أو يتحدث مع نفسه أمام بعض الأشخاص من حوله. فماذا يفعل؟ وهو قام بالاستعانة بأشهر وأفضل الأطباء على الإطلاق، فلو احتاجت مثلا لمزيد من المال فسيعمل أكثر من ذلك. لكن ماذا تحتاج ابنته؟ كيف يمكننا أن نخفف عنها هذا الألم اللعين؟ ليستمر الطبيب براون في هذه الحالة حتى لا يرثى لها في فترة طويلة من الوقت لسوء حالته أكثر، ويشعر وقتها أنه في حاجة شديدة للرجوع إلى قوة أكبر منه، ولكنه لم يعرف إلى أين يذهب. فلقد نشأ في عائلة كانت في الأساس تتبع واحدة من الطوائف البروتستانتية، ولكنه لم يكن ممارسا لها، فأعلن إلحاده ليترك الطبيب براون وقتها واحدة عناية مركزة.
ولم يحضر فريقا من الأطباء فريقا من المتخصصين في هذا المجال. وأثناء قيامه بأعمالهم ذهب براون إلى غرفة الصلاة لأول مرة في حياته يصلي ويدعو الله، وصلى وقتها صلاة الملحدين أو كما يطلق عليها بصلاة المتشكك، وظل يردد لمدة 20 دقيقة كاملة: يا إلهي لو أنت موجود أنا لا أعلم هل أنت هنالك أم لا، ولكن لو أنت هناك فأنا أحتاج إلى مساعدة. فلم يعرف الطبيب براون وقتها هل الله موجودا أم لا، ولكنه حقا يحتاج إلى مساعدته ليأخذ عهدا على نفسه لخالقه في ذلك اليوم، عهدا بالرجوع إلى الدين إرضاء لله عز وجل، لينتهي من دعائه وبكائه وتوسله والتوسل به الذي لم ينتهي بعد لله الأحد، ويذهب إلى العناية المركزة ليرى ابنته على الجانب الآخر من واحدة العناية المركزة. فنظر إلى في أرجاء الغرفة ورأى الأطباء وجوههم تملأها الفرحة، فذهب إليهم على الفور حين قالوا له ببساطة إنها ستكون بخير وأنها لن تموت. وبالفعل وبكل تأكيد عادت، لكنها طفلة طبيعية تماما بكل المعنى الكلمة، وبسلوكها الطبيعي وبصحة كاملة، وكأنها لم تخضع قط لعملية جراحية. فقد قلب حالها تماما لتتحول قلبها أساسا على عقب، ويصبح كالحجر اللؤلؤ هادئا وطبيعيا. لينظر الأطباء إلى الأب براون وقتها وهم يحاولون تفسير ما حدث، ولكنهم عجزوا عن إيجاد تفسير علمي. نعم، فهي معجزة إلهية للواحد الأحد. ليذهب الطبيب براون وقتها وقوفه بين يدي الله داعيا له، ليعترف أخيرا أن ما حدث لابنته حدث فقط بفضل الدعاء والتقرب إلى الله. نعم، فهناك لك الله سمع حديثه واستجاب لدعائه. فهذا ما دفع للبدء في البحث الديني مرة أخرى. فكان يظن أنه سوف يجد الحق في النصرانية، ولكنه بدأ أولا بدراسة اليهودية، ولكنه لم يقتنع بها ولم يجد بها طريق الحق، فذهب إلى دراسة النصرانية وظل ينتقل من كنيسة لأخرى لسنوات وسنوات، ولكنه لم يجد الحقيقة التي بحث عنها. فذهب إلى أحد المساجد وحكى لأحد الشيوخ ما حدث معه، فلم يتحدث معه الشيخ كثيرا، ولكنه أعطاه نسخة من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية وأخرى عن سيد أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لينطق الطبيب براون بالشهادة ويعترف به واعتناقه للدين الإسلامي أمام العالم أجمع. فهو دين الحق، دين طمأنينة القلب وراحة النفس، لذلك حين أن كل جوانب اللغز قد تمت للإجابة عنها بالدين الإسلامي الحنيف، دين الرشاد والسلام. مشاهدين الكرام، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد.